أنا كنت ناوي اطلع لايف بصراحة، بس يعني غيرت رأيي لان الانترنت زبالة. وقلت انا اسجل بقى الفيديو يا معلم وننزله بقى الناس تتفرج بروقان، وكمان لاني مش هعرف اتابع التعليقات. طيب الفيديو ده طبعا ردا على الفيديو اللايف اللي نزله ابراهيم، بيحكي فيه عن البيف وبيحكي فيه بقى عن يعني قصة المشكلة من الاول والليلة كلها. والحقيقة انا جمعت بعض النقاط هنا عشان نناقشها، وكان في كمية اكاذيب فظيعة الحقيقة. طيب هو اول حاجة اتكلم فيها عني انا، يعني ان هو كان بيقول ان انا رحت كلمته على الانبوكس على الفيسبوك، وقعدت اناقشه في نقاش سياسي، خلاف سياسي بينا يعني، وحاجة زي كده. طبعا ده ما حصلش يعني، ولا حصل يعني هو اللي دخل يتكلم معايا انبوكس. الحقيقة انا ما دخلتش اكلمه خالص انبوكس. اللي حصل تحديدا ان في واحدة، بدون ذكر اسماء، واحدة من الفانز يعني، من المتابعين للراب يعني. هو الناس اللي متابعه راب قوي عارفين ان هي كانت من الناس اللي كانت دايما متابعه كل الرابرز وتروح تعلق عندهم وبتاع. المهم يعني دخلت عنده، هو كان كاتب بوست بتاع، اعتقد يعني ان هو كان نوع من انواع التطبيل السياسي او وات ايفر. دخلت كتبت عنده كومنت، قالت رايها يعني في اللي هو كاتبه ده. فهو قام عامل لها مسح التعليق بتاعها وعمل لها بلوك. فهي اتضايقت شويه، خدت الموضوع يعني على نفسيتها، وراحت كتبت بوست طويل بتتكلم عنه وبتهاجمه يعني. فانا دخلت علقت على البوست بتاعها وقلت لها يعني ان دي طريقه مش حلوه، ان هو يعني يقصي الاخر يعني ويمنع التاني من الكلام ومش عارف ايه. وده يعني سياسه تكميم الافواه دي مش حاجه مش حلوه يعني. قعدت اتكلم، الموضوع ده كان مضايقني الصراحه. قام داخل لي هو بقى انبوكس، قاعد بقى يكلمني انبوكس، يقول لي انت ليه بتتكلم عني وليه بتجيب سيرتي ومالكش دعوه بيا. فتحولت المناقشه لنقاش سياسي. الموضوع اتحول لان احنا بدأنا نتكلم في السياسه، بس الحقيقه كان نقاش سياسي من ناحيتي انا بس. هو كان كل كلامه في اطار ان انا بحقد عليه وغيران منه ونفسي ابقى زيه، وان انا بجيب سيرته عشان بحكها يعني. هو عنده قناعه شخصيه ان اي حد يجيب سيرته او يتكلم عنه يبقى بيحكها فيه. مش عارف كان المفروض احكها عشان اوصل لايه يعني. انا ما كنتش عايش اصلا في مصر وقتها يعني، انا كنت راجل اصلا سايب البلد كلها وماشي يعني. فده بالنسبه لاول نقطه هو اتكلم فيها، ان انا رحت اجر شكله على الفيسبوك. ده ما حصلش الحقيقه، هو اللي دخل يكلمني انبوكس. طيب كان في جمله قالها برضو، عايز يعمل صحوبيه مع اي حد بيراب ومش عارف ايه وبتاع. طبعا ده كلام هري. انا اصلا معروف عني ان انا شخص في الاطار ده وفي الوسط ده، انا واحد مكروه، محدش بيحبني قوي يعني انا شخصيه مش محبوبه يعني في الاوساط دي، لان انا بطبيعتي مش اجتماعي يعني. انا شخص انطوائي منزوي منعزل، دماغي غريبه شويه. فانا مش محبوب يعني في اوساط الناس دي، وبالتالي انا ما عنديش اي ادنى اكتراث ان انا اكون صداقات يعني. ما بروحش ان انا ادور على صداقه مع واحد رابر او مش عارف. هي بتيجي لوحدها يعني. الصداقه انا شايف ان هي بتيجي لوحدها، ما بروحش انا اعمل احارب يعني احارب الظروف عشان اصاحب واحد وابقى معاه. فدي تاني نقطه هاري، ده كلام فارغ. احنا لو نلاحظ هو في كلام كتير بيقولوا عكس بعضه، بس يعني ما علينا، لان انا ذاكرت السيئه الحقيقه، فانا قلت اجمع المساله هنا في نقط. طيب بخصوص المشكله اللي هو اتكلم عنها بتاعت رومل، يعني لما هو كان بيرد على فان عنده قال له ان انا هو بادئ 2002، وبعدين رومل خد البوست سكرين شوت وعمل قصه ومناقشه وبتاع. انا مش عارف اصلا ايه اللي هو ممكن يزعله في حاجه زي كده يعني هو الراجل ادلى بتصريح معين، فطلع واحد زي رومل بيتكلم في الموضوع، فهو ليه يزعل من حاجه زي كده؟ انا مش عارف صراحه. عموما مش هسترسل في المشكله بتاعته هو رومل دي، لان دي حاجه انا بره عنها، ماليش علاقه بيها يعني. طيب ايه تاني يا جدعان؟ كان في نقط بس عايز اعلق عليها، قالها بخصوص المشكله اللي كانت حصلت بين يوسف جوكر ويوكا شاهين. وكان عمال يقول يا جماعه دي بنت دي بنت دي بنت. انا مش فاهم وجهه نظره، دي بنت يعني مش فاهم انت وجهه نظرك ايه يعني دي حاجه قليله مثلا؟ المفروض ان احنا يعني ما يعني انا مش فاهم يعني ايه دي بنت يعني، المفروض ايه اللي يحصل؟ anyway يعني انا بشكل عام في اطار خلافاتي او اطار المشاكل اللي زي كده، انا لا احبذ ولا احب اطلاقا فكره الخوض في الاعراض، وان حد يشتم حد باهله وامه وندخل الموضوع لتشهير يعني. دي حاجه قذره، انا اساسا ما بحبهاش يعني. دي حاجه انت كنت بتعملها على فكره زمان. طيب ايه تاني؟
بتتكلم برضو على موضوع يوسف جوكر ويوكا، بتقول واحد بيدس كل دول عشان بنت. برضو كنت بتقولها بطريقة يعني عشان بنت يعني. طيب انا عايز بس هقول رأيي في الموضوع ولو ان هو بره عني يعني. انت نفسك لما كان حد بيشير دس ليا انا شخصيا، اي حد كان بيشير اعدام مثلا، كنت بتروح تعمل له بلوك. ليه بقى ما كنتش بتعتبر ان الموضوع سبورت يعني؟ ويعني انت لما تروح تشير دس، ده مش سبورت يا حبيبي، ده معناه ان انت في الجبهه دي. سبورت يعني واحد عامل راب مثلا عن الامل والتفاؤل والحياه، تراك لزاب ثروت مثلا عامل تراك عن الجمال والطبيعه، ولا احنا لازم نبقى كلنا حلوين وطعمين ونسلم على بعض، قمت انت مشيره، ده سبورت. اوكي، باعتبار ان انت رابر يعني، فده سبورت. لكن واحد دسس وواحد فشخه تقوم انت مشيره، يبقى انت كده انت حطيت نفسك في الجبهه دي. تعريص يعني. خلاصة الكلام يعني، انت حاولت تجمل المسألة وتقول سبورت وشيرت الدس بتاعها، عشان لا يا حبيبي، انت شيرته تعريص عشان انت كنت عايز تبقى في الجبهة دي. طيب طبعا انا بره خلاف يوسف جوكر والقصص دي، انا ماليش دعوه بالقصه، انا بتكلم على البيف اللي بيني وبينك بس. دي نقط بس حبيت اعلق عليها بس عشان ايه، اقول لك ان انت بتقول كلام وعكسه يعني. انت كنت بتقول انا بتكلم ان ايج راب سكول واي كرو يعني اسكندريه، يعني انت بترجع برضه في الاخر تقول ان انا لما باجي انتقد واقول ان الناس بتطبل لبعض، انت بترجع برضه تزعل. يعني مفيش حاجه اسمها كده اصلا في الراب، في حاجه اسمها في حاجه اسمها ان انت ده عجبك شغله فبتشير له او بتكلمه او بتصاحبه وات ايفر يعني. واحد كرو يعني اسكندريه، يعني انت اي حد بقى يعمل اي حاجه بطيخ هتشير له عشان من اسكندريه، ماشي. في نقطه غريبه قوي انت ناقشتها الحقيقه، بتقول انا لما بتكلم مع الناس بتكلم معاهم برجوله، بتكلم بشكل مباشر وبرجوله، ما اقعدش اعمل زي محمد اسامه بيعمل وساركازم وبتاع وتريقه. مش فاهم وجهه نظرك يعني. هو احنا في بينا مشروع مثلا يعني عشان نتكلم مع بعض بقى؟ احنا في بينا بيف يا حبيبي، انت بتستخدم الادوات اللي انت بتمتلكها وانا بستخدم الادوات اللي انا بمتلكها. يعني انت راجل بتاع جعير على البيت تمام، وشتيمه وخوض في الاعراض واتهام الاخر بان هو شاذ جنسيا، انت راجل كويس في الحته دي فبتستخدمها. حلو. انا اكيد مش هنجرف لهذا التخلف يعني، انا اكيد لما اجي ارد هستخدم الادوات اللي عندي الا وهي السف على اللي انت بتقوله، لان انا مش هسف على حاجه انا متفق معاها. يعني لما اكون شايف في وجهه نظر او راي انا متفق معاه مش هسف عليه، اسف عليه ليه؟ لكن انت بالنسبه لي بشكل عام عباره عن سف، كل حاجه بتقولها بتثيرني للسخريه والسف. انت بتقول الموضوع ده بالنسبه لك مستفز، ما طبيعي لازم يكون مستفز، لان انا بتريق على حاجه من صميم وقوام ما تؤمن به في حياتك يعني، فطبيعي ان انت هتستفز. طيب ايه تاني؟ انا بحاول بس اختصر عشان انا لازم انام، عندي شغل الصراحه. بتقول انا فربق في شيخك بس انت كويس في التريقه. لا يا حبيبي، لا يا حبيبي، انت بتقول ان انت الف ب راب، ان انت واحد ما يقعش من على البيت يا راجل. يعني انت شايف ان انا بروديوسر كويس والمفروض لما اجي ارص هقع من على البيت، هقع من على المزيكا اللي انا عاملها؟ الله، انت برنس، جبتها ازاي دي؟ وصلت لها ازاي؟ انت عارف ان انا ممكن اجيب اي واحد من الشارع دلوقتي، اي واحد معدي في الشارع، وفي 5 دقايق اعلمه يركب البيت، اعلمه يقول راب وما يقعش من على البيت. حوار ان واحد يركب على البيت ده حوار تافه فشخ، مش حاجه اصلا عشان تمسك فيه. الف ب راب يا حبيبي ان انت تالف ليركس قويه ورايم كويس وفي ابداع. انت ما بتعرفش تالف، مع كامل احترامي للاراء اللي بتقول عكس ده، لحريتهم في ابداء ارائهم طبعا. انا مش بضطر احترم الراي يعني، ممكن على فكره ما احترمش الراي يعني، انا احترم حريه الاخر في ابداء رايه. فالاراء اللي شايفه ان انت بتعرف تالف نحترم حريتهم في ابداء هذه الاراء. لكن انت بالنسبه لي انا يعني، ممكن يكون في ناس فانز شايفين ان انت راجل بتاع ليركس كويس، انا بالنسبه لي انا يعني كراجل في الليله انت لا تصلح تمسك قلم. ممكن واحد يالف لك كلام وساعتها ترص وتجعر وتركب على البيت، ماشي، ساعتها ممكن يعني يكون الموضوع كويس. لكن انت تمسك قلم وتالف، اسف، انت بره الحسبه دي تماما بالنسبه لي. طيب وقفنا، دول خلصوا، خش على الصفحه الثالثه. انت كنت بتكلم الفانز وعمال تقول لهم انتوا عمالين تشتموا بعض
وهتمسكوا بعض وتتخانقوا مع بعض عشان رابرز؟ دي مزيكا على كلامك راب جيم. ولما هي راب جيم يا حبيبي، انت كنت بتهددني ليه بالاعتداء الجسدي والاعتداء الجنسي يعني؟ يا راجل اسمع التراك الاولاني بتاعك بتاع الفازلين، انت مهددني علني بالضرب. يعني انت راجل عايز تتخانق معايا، يعني طبعا ضد اللي انت لسه حالا قايله للفانز، اللي هو انتوا هتضربوا بعض عشان راب مزيكا. يا جماعه احنا بنلعب مزيكا راب جيم. طب ما تلعبني راب جيم يا حبيبي وتناقشني في اللي انا بقوله، وانت بتجر شكلي ليه وتقول لي همسكك اضربك لو شفتك يعني ادي كده كلام عكس بعضه يعني. طيب ألف ب راب محمد أسامة ما بيعرفش يراب. لا يا حبيبي، ألف ب راب دراجون هيل ما بيعرفش يألف راب. طيب اتكلم مزيكا اتكلم راب. امال انا بعمل ايه يعني؟ اتكلم مزيكا. انت اصلا ما بتعملش مزيكا، انت بتعمل مزيكا؟ انت ما بتعملش مزيكا. انا راجل بعمل مزيكا، بعمل مزيكا وبألف ليركس وبقول راب وبرص يعني انا راجل وان مان باند بقوم بالليله. فانا مش عارف انت بتقارن نفسك بيا انا في المنطقه دي على اي اساس صراحه. لان اللي انا فاهمه من كلامك ان انت الراب بالنسبه لك هو حاجتين بس: ان انت تجعر كويس وان انت تعمل فلوهات كويسه. طبعا بخلاف الديفولت اللي هو يعني تركب البيت، اللي هو مش قادر افهم انت ازاي تقول حاجه زي كده يعني. يعني راجل بقالي قرن في الليله وبنام على مزيكتي انا وبقع من على البيت. ازاي يا مؤمن يعني؟ ده انت تخطيت كل الحدود والله. طيب ليه ياسين واسامه اصحاب؟ انت في نقطه اثرتها الحقيقه، بتقول ايه؟ ليه يا جماعه؟ وعملت بقى عامل لي بعينك كده اللي هو كانك اكتشفت سر الكون يعني. اكتشفت يعني بنوا الاهرامات ازاي؟ انا وياسين علاقتنا ببعض كويسه عشان احنا افكارنا فعلا متقاربه. هو ايه الاكتشاف العظيم في المساله يعني؟ هو انا ما اعرفش ايه ايديولوجيه ياسين بصراحه، بس لما بتكلم معاه بحس ان افكارنا متقاربه شويه، فطبيعي ان احنا نكون بنتكلم يعني. انا عمري في حياتي ما قابلت ياسين غير مره واحده في حفله الواي كرو في الجيزويت اسكندريه 2009، تمام؟ والراجل ايامها كان معجب بالتراك ليا في البروفا، كان تراك اسمه شد الحزام. كنت انا جايب اغنيه لسيد درويش ومحولها لتراك راب، وكان معجب بالمساله يعني. دي كانت المره الوحيده اللي انا قابلته يعني، وابدى اعجابه وقال لي الكلام ده. انت بتقول ان هو شتمني وواي كرو شتموني وان انا مره شتمت واي كرو، ده ما حصلش الحقيقه. انا بحب الواي كرو فشخ من يوم ما طلعوا لحد دلوقتي، وبحب بوفلوت مع ان هو بوفلوت كان عنده مشكله معايا، ما اعرفش ممكن اوصله كلام ان انا اتكلمت عنه بشكل سيء. لحد دلوقتي انا بحبه وبحترمه جدا، وانا اتعلمت راب من الناس دي. انا اتعلمت في ادائي وفي اسلوبي، اتعلمت راب من الناس دي. دي حاجه انا بقر وبعترف بيها علنا، حتى لو كانوا ما بيحبونيش، حتى لو هو كان بيقول ان شاهين باين شتمني او ما بيحبنيش، او وهو بيقول ان واي كرو عموما مش بيحبوني. حتى لو مش بيحبوني انا ما عنديش شخصنه في الفن زيك انت كده. انت عندك شخصنه في الفن، لان لو علاقتي بيك كويسه كان زمانك قاعد بتشير لي تراكات دلوقتي. انا الموضوع عندك مش مساله فنيه يعني، هي موضوع عندك علاقات. انت راجل كنت متزروط علاقات مع الناس كلها، علاقتك بيهم كويسه، اي حد علاقتك بيه كويسه تشير له وتقول عليه كويس وبتاع وكذا عادي. لما كنت في بيف ضد امين اللي انت بتتكلم عنه، كنت قايل في التراك بتاعك ان هو مش شكل رابر يعني، ده مش منظر رابر. انت كنت قايل كده علنا في التراك بتاعك. فهي مساله علاقات شخصيه. انت الموضوع عندك مش مستوى فني، هو موضوع علاقه شخصيه. لو واحد علاقتك بيه كويسه يبقى رابر كويس، علاقتك بيه وحشه يبقى مالوش فيه. بس هي الليله كده يعني. انا بقى ما عنديش خالص القصه دي. ممكن واحد ابقى عندي واحد بيكرهني علنا، بيكرهني بيسب لي علنا، وانا شايف ان هو كويس عادي. انا شايف ان هو كويس زي امين مثلا، انا شايف ان امين كويس، انا بحب اسمعه. انا بحب اسمع تراكات امين. الراجل دسسني وسبب لي، بحب اسمعه بعيدا عن اي شيء. ما عنديش مشكله معاه خالص انا شخصيا، حتى لو هو عنده مشكله معاه انا ما عنديش مشكله معاه. انا ما عنديش مشكله معاك انت اصلا كشخص يعني. انت كبني ادم انا ما عنديش اي ازمه معاك خالص. انا ما اعرفكش معرفه شخصيه، واحنا يعني ما عنديش معلومات عن مسار حياتك يعني، انت بتعمل ايه في حياتك ما اعرفش، وعلى اكترث يعني. انا ما عنديش ازمه معاك انت كانسان. انا مشكلتي مع الخرا اللي انا سمعته بس. كل مشكلتي مع الافكار المتخلفه اللي تم ترويجها من خلالك انت. انت كنت النموذج الاوحد اللي بيروج للكلام ده، مفيش حد غيرك دخل في السكه دي، انت الوحيد. فانت قلت كلام متخلف وكان في ناس بتسقف لك، فطبيعي ان يحصل كربجه من واحد زيي، ده طبيعي يعني. وكله في الراب جيم. انا ما خرجتش بره الراب جيم، انت اللي خرجت براها وكنت عايز تقلبها عركه وخناقه. مش عايز احكي بقى حكاوي ممكن تثبت الكلام ده عشان يعني ايه، ملوش لازمه. طيب
بتتكلم انت بقى على موضوع الالحاد وان اسامه ده ملحد ومش عارف ايه وبتاع، وبتقول ان انا بقول للناس انتحروا ومنزل فيديو عن الكلام ده. الفيديو ده يا حبيبي ساركازم، بستخدم فيه فلسفه العدميه، وهو تراك للضحك والتريقه والسخريه، بيتكلم عن الظلاميه وخلاص يعني. قلت لمين انا انتحر؟ انت مجنون. انت ما تعرفش انا انقذت كام بني ادم من الانتحار يعني، من الناس المكتئبين اللي في دايره حياتي. هري انت من كتر ما انت الاي كيو بتاعك واقع ما انتش قادر تفهم من الفيديو طريقه اصلا. ماشي. ايه تاني يا جدعان؟ بتقول بتقتبس من وتغير في الكلام ده، اسمه التضمين يا حبيبي. انت ممكن تقتبس من القرآن اسلوب صيغة من القرآن وتغير المصطلحات، بس تاخد الصيغة. الاقتباس صيغ القرآنية ده عادي، ده متاح، ده تضمين. حاجة في اللغة اسمها تضمين، دي لغة عربية. دي حاجة طبعا انا مستحيل يعني تكون انت يعني عندك فكرة عنها، انا متأكد من ده يعني. طيب مسلم بوزي طيب بتقولي ان انا كاتب في الاسك عندي مسلم بوزي، دي برضو كانت تريقه برضو، عشان كان في ناس دايما تدخل تسالني تقول لي انت ايه توجهاتك ايه وعقليتك ايه، فانا عشان اخلص منهم قلت لهم مسلم، عشان يقعدوا يطقشوا دماغهم في الحيطه كده ويحاولوا يفهموا زي ما انت عملت دلوقتي. ولكن عموما انا هقول لك معلومه ليك انت يعني ممكن انت تكونش عارفها. البوذيه اصلا مش دين، عشان تبقى عارف. شوف بقى الصدمه، البوذيه دي مش دين، البوذيه دي عباره عن مجموعه من الافكار الانسانيه المتعلقه بالاخلاق بس. ايه رايك؟ بوذا ده اصلا عمره ما قال ان هو نبي يعني، هي الناس اللي حولت الموضوع مع الوقت لدين، بس هي اصلا مش دين. يلا يا عم معلومه ببلاش، انا متاكد انك اول مره تعرف الكلام ده. يلا. بتقول ان انا خفت من امين عشان هيزنوني في المنصوره. لا يا حبيبي، لما حصل البيف اللي كان امين شاتمني فيه، انا كنتش اصلا عايش في مصر، وانا كنت موجود هنا في الامارات. وفي الحالات اللي زي كده اساسا انا برد وبتكلم عادي جدا، ما عنديش اي مشكله. يا راجل انا لما كنت اساسا في المنصوره كنت بدس الدوله نفسها يعني، ما خفتش من امن الدوله واخاف يعني. انت بتقول كلام كله مرتبط بفكره البلطجه، وده هري ملوش اي علاقه بالراب جيم اطلاقا. طيب وانت نفسك شتمت واي كرو، طبعا انا رديت على الكلام ده، ده كلام هري. جت فتره من الفترات ان واي كرو ما كانتش عجباني يعني اصداراتهم، فكتبت يعني بوستات كده، فمعناه ان انا حاسس ان مستواهم نزل او كده يعني، فانا ما قلتش، عمري ما شتمتهم خالص، فده طبعا هري يعني. انت طبعا اعتبرت ان النقد شتيمه، انت طبعا الاثنين بالنسبه لك واحد يعني. بتقول ان انا بجعلص الكلام عشان احس يعني احسس الناس ان هو مهم. شوف يا ابني يا حبيبي، انت اصلا ما تعرفش عني حاجه، ما تعرفش ان انا اساسا يعني هي دي طريقه كلامي، هو ده الراب اللي انا بقدمه، وهي دي نوعيه المزيكا اللي انا بعملها. مش لازم اعمل زيك بالظبط عشان يبقى هو ده الصح. فالديكتاتوريه في الراي الفني دي خليها لنفسك بقى، ما تجيش تفرضها على غيرك. هتيجي انت تقول لي طب انا مالي ومال افكارك؟ يا عم هو انا حجرت على افكارك؟ انت راجل بتنشر التخلف، انت حر يا عم انشر التخلف. وانا مثلا طالبتك ان انت ما تنزلش اغاني؟ وانا منعتك؟ وانا جبت قوه تنفيذ قانونيه ومنعتك ان انت تنزل التخلف اللي انت بتنزله ده؟ انا استخدمت اسلحتي الموسيقيه واسلحتي الفنيه عشان ارد على الكلام ده بس. انا ما منعتكش، انت حر، انا راجل مؤمن بالحريات. اتكلم وهلفظ زي ما انت عايز وانا هرد قشطه يعني. بتكلم انت عن هاشم، عن هاشم شيستر. بتقول ان هو يعني ايه ما وقعش من على البيت. برضه انت عملت تناقش موضوع اللي هو من على البيت ده، عيب اقسم بالله، عيب ارد على الكلام ده. بتقول في الاخر ان انت ما عندكش اي مشكله غير مع محمد اسامه. انا بقى يا معلم ما عنديش مشكله معاك. شوف بقى المفاجاه، ما بكرهكش، لان انا اصلا ما اعرفكش معرفه شخصيه عشان اكرهك او احبك يعني. انا مشكلتي مع اللي انت بتقوله، انا مشكلتي مع المنتج اللي انت بتقدمه بس. انا راجل لا اشخصن الشيء يعني. لو واحد تاني غيرك انت كان بيقدم نفس التراكات اللي انت بتقدمها دي، كنت همسك فيه هو، ولا كان هيهمني اصلا وجودك في الحياه من عدمه يعني، ولا كنت هركز معاك خالص. انا مشكلتي مع ما يقدم بس. انا ما عنديش مشكله شخصيه مع بني ادم في وسط الراب كله. انا عارف ان انا راجل مكروه، انا راجل رابر مكروه، محدش بيحبني في اوساط الراب، قليل جدا الناس اللي بتحبني يعني او بتستلطفني، لان انا مش نفس الشخصيه المتعارف عليها في الاوساط اللي زي دي. انا شخص غريب الاطوار، مش طبيعي، معوق نفسيا.
فطبيعي مش هتأقلم مع الوسط اللي انت قادر تتأقلم معاه ده. فانت عمال تقول لي ايه؟ اسأل اي رابر في مصر، اسأل اي واحد. ونسأل ليه يا عم؟ هو انا بعمل الاغاني دي عشان اخد رأي الرابرز واخد رأي الناس؟ الحاجات دي انا بعملها عشان اللي بتكيفني. حاجة عندي بالنسبة لي زي الحشيش. زي ما انت تاخد صحابك كده وتنزل تلعبوا كورة. هل انت عايز تروح كاس العالم مثلا؟ او مستني رأي بيليه مثلا في الموضوع؟ ولا انت عايز ناس تلعب كورة عشان انت بتحب تلعب كورة؟ انا راجل بحب اعمل اللي انا بعمله ده وهفضل اعمله. عموما انا مكمل في البيف. تمام. انا طبعا ما اعرفش من خلال الفيديو بتاعك ده هل انت كده فكست المصلحه ولا انت مكمل. عموما انا مكمل. مع ان انت يعني ايه اخر دس ده انا مش معتبره انا ليا علاقه بيه اصلا. يعني انت بتهجو العالم، فما اعرفش انا ايه علاقتي. تمام. قايل عني بارين وهو من على البيت بس. عموما انا هنزل اخر دس في المصلحه دي وبكده يبقى من جبهتي انا. نزلت 3 دسات. انا بالنسبه لي بنسبه كبيره جدا هيبقى الموضوع كده خلص بالنسبه لي. تمام. وانا شايف ان انا اللي انا عايزه من الليله دي انا اوريدي حققته. انا خلاص حققت اللي انا عايزه. تمام. بقى في موجه مضاده. الموضوع ما كانش بالنسبه لي ان انا انتصر او اخسر او اكسب. انت بالنسبه لك عايز الموضوع يكون هزيمه ونصر. عايز ترد رد، مفيش مشكله. عايز الناس تقيم، خلي الناس تقيم. عايز الرابرز اللي انت شايف ان كلهم مجتمعين على راي واحد يقولوا رايهم في الموضوع، مفيش اي مشكله خالص. ولكن ده بالنسبه لي ليس له قيمه، لانه مش ده اللي انا كنت عايز احققه من الحرب دي اصلا. يعني اللي انا عايز احققه اصلا حققته من ايام اعدام. انت قاعد بتهلفط من ساعتها. عموما الدس بتاعي نازل، لان الليركس الصراحه اتالفت فخساره ارميها في الزباله يعني. وكمان انا عايز اشتغل شغل مزيكا محترم يعني. شغل هيبقى مختلف كمان. بس خليني بقى يعني اكمل الراب جيم اللي انا اصلا بادئها من الاول. راب جيم انت للاسف مش عارف تلتزم بالراب جيم. في نقطه اخيره. انت بتقول ان انا ايه بقعد اعمل ساركازم وانكش ومش عارف ايه. ايوه طبعا يا حبيبي، انت ده بيف. انا بستخدم الحاجات اللي انا كويس فيها. انت بتستخدم الحاجات اللي انت كويس فيها. ما اعرفش اللي هي ايه، لان مثلا الخوض في الاعراض مثلا، وان انت تتهم التاني بالشذوذ والحاجات اللطيفه اللي انت بتحب تعملها دي. انا على الاقل ما بعملش الكلام ده يعني. بس قاعد تتكلم عن الرجوله والاخلاق وعيب نشتم يعني. ده راجل ده انت قايل كميه شتايم ضد بعض في المعاني. من كتر ما انت عايز تخلص القاموس ما اهتمتش بالمعنى اصلا. فعموما موضوع الساركازم ده حاجه جزء من شخصيه اللي قصادك في البيف. يعني طبعا بغض النظر عن كل الهري اللي انت قلته ان انا مش رابر وما ينفعش راب. يعني انت كنت دخلت البيف ليه اصلا يا ابراهيم من الاول؟ داخل البيف تهبي بيه يعني. ما كانش من الاول تدخل بقى عشان انت بتقول كلام وعكسه. بتقول كلام وتعمل عكسه يعني. قمه اله التناقض صراحه يعني. ذا جاد حقيقي. يلا نهايته. اشوفك بقى على خير ان شاء الله في الدس الجاي، وتصبح على خير.